مساء الخير عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا كلكم بخير. بصوا، انا شفت حاجه حلوه عجبتني قوي، لقيتها سهله وجميله، ولقيت طعمها جميل 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 وتحفه. عجبتني، قلت اعملها معاكم تاني مره. اللهم صل على سيدنا محمد. نص كوبايه سكر، اول حاجه كده هبدا بيها الشربات. نص كوبايه سكر، عليها كوبايه ميه، عليها عصره ليمون، ونرفعها على النار. وبس تاخد غلوة كده. وبعد ما تغلي اوطي عليها دقيقتين اتنين وانزلها من على النار، بس احط لها باكت فانيليا في الاخر. بس كده، ارفعها بقى على النار. خلاص كده بقت تمام. نزلت عليها باكت الفانيليا ده، وخلاص على كده، ونركنها بقى تبرد على مهلها، او تبقى دافية حتى. مش فارقة انها تكون باردة او دافية. حضرت بقى صينية، ونزلت بقى بمعلقتين سمنة، ويا ريت تكون سمنة بلدي. اللهم صل على سيدنا محمد. تنسوش يا جماعة اللايك، واللي بيشوفنا لأول مرة كده يشترك في القناة ويفعل الجرس إن شاء الله عشان يوصله كل جديد. ويا رب إن شاء الله نكون المحتوى اللي بنزله كده بيعجبكم، ويكون بسيط وسهل كده واقتصادي وفي متناول أي حد. بصوا إيدي فيها كده بقلبها، ما بسيبهاش خالص. يمكن انا بس يعني مسرعه الفيديو شويه، بس انا مش بقلب بسرعه قوي كده يعني، بالراحه شويه، بس ما بسيبهاش. المهم وصلت لحد اللون دوت. شايفين دي السميد بقى لونه ايه؟ تقليب كده مستمر مستمر مستمر، علشان خاطر تدينا اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. طبعا ما ينفعش تسيب خالص، لو سيبناها تتحرق بسرعه جدا. فزي ما انتوا شايفين كده ايدي فيها ما بسيبهاش. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا ريت حد يا جماعة يرفع لنا الفيديو على المنتدى، إن شاء الله لكم بالمثل بإذن الله. شوية الشربات بقى اللي أنا كنت عاملاهم، ننزل بيهم. وانتوا عارفين بقى دي السميد يعني بيشرب سوائل جامدة جدا. بسرعة كده بقلبه. بص نلاقي في ثواني كده هيشرب الشربات ده. يعني دي كوباية دقيق سميد، ودي نص كوباية الشربات اللي عملته، نص كوباية سكر، عشان ما تبقاش يعني اللهم صل على سيدنا محمد، تبقى يعني مسكرة قوي، ما تبقى مش حلوة يعني في الأكل. كوباية حليب عليها، وبرده هيشربها بنفس السرعة. عشان بس ايه الحاجات ديت، السوائل ديت، عشان دي السميد دوت يستوي ويبقى طعمه كده لذيذ، تبقى أحلى من أحلى بسبوسة يعني. وسهلة زي ما انتم شايفين، ولا فرن ولا أي كلام. حاجة سهلة كده وبسيطة. نجيب بقى صينية، نجيب بايركس، نجيب أي حاجة من غير ما ندهنها ولا أي حاجة، ونصب فيها البسبوسة بتاعتنا دي. نبدأ بقى نسويها، ونسيبها بقى تهدى براحتها لحد ما نعمل الطبقة التانية. يعني سويتها كده قد ما قدرت. نجيب بقى 3 كوبايات حليب. عايزة تحطي 3 كوبايات حليب، تحطي منهم كوباية مية و2 حليب، تحطي 3 حليب زي ما انت عايزة. نزلت بقى عليهم انا بمعلقتين ونص. الاول ده 3 معالق او معلقتين برضو ونص من السكر، ونزلت عليهم بمعلقة دقيق ومعلقة ونص من النشا. بس وانا بعمله حسيت انه خفيف شوية، فرجعت تاني بقى عملت ايه، رجعت حطيت نص معلقة نشا، عليها معلقتين مية كده، ودوبتهم ونزلت بيهم تاني، علشان خاطر القوام يتقل معايا شوية ويوصل للقوام اللي انا عايزاه. انا عايزة القوام بتاعه يبقى تقيل، مش قوي قوي يعني مكلكع، بس يعني عايزاه مش خفيف. بعد كده نزلت عليها بمعلقة سمنة. بدل معلقة السمنة ديت كان ممكن مثلا لو في قشطة، لو في اللهم صل على سيدنا محمد معلقتين من الكريم شانتيه، أي حاجة. طب ما فيش، يبقى معلقة السمنة ديت هتخلي برضو القشطة الكدابة بتاعتنا ديت برضو هتخليها غنية وطعمها جميل. يعني بنمشي حالنا بالموجود عندنا. بس نوصل للقوام اللي احنا عايزينه، القوام يكون يعني تقيل بس مش قوي. طبعا كمان هو لما بيبرد بيتقل اكتر. بس انا عملت غلطة صغيرة كده، ان انا ما اديتهاش راحتها في التلاجة.
يعني انتوا عارفين اللي بيصور بيبقى عايز يعني يخلص ويصور وكده. فانا المفروض كنت سبتها قد ساعتين كده على الاقل في التلاجة، بس انا يا دوبك سبتها ما فيش ساعة كده ولا نص ساعة ورحت مطلعاها. برضو احنا لما نبقى مستعجلين المفروض نحط الحاجة في الفريزر، مش هتاخد معانا وقت كتير. زينيها بقى بأي حاجة انت عايزاها، عندك شوية مكسرات، عندك زبيب، أي حاجة تزينيها بيها. أنا كان عندي شوية شوكولاتة من الفارماسيل ديت، حطيتهم عليها بس كده، وطلعت تحفة تحفة تحفة. بس هي المشكلة كلها إنها ما كانتش متماسكة قوي وأنا بقطعها، لأنها ما خدتش وقتها يعني قوي في التلاجة. بس جميلة جميلة، هتعجبكم قوي قوي قوي. جربوها وقولوا لي إيه رأيكم. يا رب تعجبكم. تصبحوا على ألف خير.